كن صحي. صحصوح سهلها عليك. مافين التفاح والجزر. الوصفة تحتاج حبتين تفاح أحمر مقشر ومقطع مكعبات، كوب من الجزر المبشور، ثلثين كوب من السكر البني، كوب من الدقيق، كوب من الشوفان، ربع كوب من زيت دوار الشمس، نصف كوب من اللبن الرائب، ملعقة شاي من عصير الليمون، ربع كوب من الزبيب، ملعقة شاي لكل من بيكنج باودر، كربونات الصودا، قرفة مطحونة، بيضة واحدة، نصف كوب من الجوز مجروش. يخلط التفاح بعصير الليمون ويوضع في قدر صغير، يضاف عليه السكر البني ويوضع على نار متوسطة مع تغطية القدر حوالي 5 دقائق أو حتى يبدأ التفاح بإخراج مائه. تخفف النار ويترك ليعقد حوالي 10 إلى 15 دقيقة ليصبح التفاح أطرى ولديه سائل. ينزع من النار ويصب في وعاء آخر ليبرد قليلاً. يحمل فرن إلى 350 درجة فهرنهايت أو 160 درجة مئوية. يفرش في صينيتين من صواني الكب كيك بورق الكب كيك وتوضع جانباً. في وعاء آخر يخلط النواشف، الدقيق، الشوفان، الخمائر والقرفة، ثم يضاف الجزر ويقلب. يوضع الزيت واللبن على التفاح ويقلب، ثم تضاف البيضة ويقلب مزيج السوائل حتى تختلط البيضة تماماً. تصب السوائل على النواشف وتقلب فقط حتى تختلط، ثم يضاف الجوز والزبيب ويقلب برفق. بمغرفة الآيس كريم يوزع الخليط على أوراق الكب كيك وتوضع الصواني في الفرن المحمي. تخبز حوالي 17 دقيقة أو عند اختبارها بعود أسنان من المنتصف ليخرج جافاً. تقدم دافئة أو بحرارة الغرفة.